وفاء 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 ليش لهلا؟ شو ليش لهلا؟ خليها لله. الولد هلكني طول الطريق وهو عم يبكي، ما بعرف شو قصته. ما عم اسألك عن الولد، عم اسألك ليش تأخرتي لهلا؟ شو يعني تحقيق؟ لا مو تحقيق، بس من وقت شرف حمودي لهالدنيا هي وحطيناه بالحضانة ونحن على الحالة. أنا خلص عن جد ما عاد في، رجلي ما عاد حملوني. طيب يا وفاء عم تطلعي من الشارع قبل ساعة، يعني بهالساعة هي تلحقي تيجي تسوي لنا لقمة ناكلها. تسلم لي ريتك، هالساعة هي عم تضيع وأنا عم دور على تاكسي يرجع فيها للبيت مع الولد. يا حبيبي يا حبيبي، يعني راتبك بدك تحطيه اجار تاكسي وقسط حضانة ما هيك؟ بلا شو؟ وإن شاء الله بدك يعني أطلع بالباص مع الولد وهو عم يبكي ووقفي مع الواقفين. إيه لا مو معقول توقفي، أكيد رح يطلع واحد مزوق ويأملك. ايه بلا كتير. لا تسلم لي، ما عاد حدا بهالايام عامله حدا. لك بتعرف مو الحق عليك انت، الحق علي انا يلي عم باخذ وبعطي معك. عوضي عفني ما تعمل لي هالموشح، روح حضرتك واستلمه من دار الحضانه. أنا عم أخده كل يوم الصبح على الحضانة، وما بطلع من وظيفتي للساعة 2:30 بعد الظهر. يعني قبل ما أصل لعنده على الحضانة بيكون استوى من البكي. لا روح شوف شو قصته، بدي غير له ثيابه عن اذنك. عاملين لنا لقمة ناكلها. عجبك هيك استاذ؟ هي طول النهار ما بدنا نروح ثيابه، بدي افهم شو هالحضانه هي. إذا بدك يهتموا بابنك مثل ما بتهتمي فيه أنت بتكوني غلطانة كثير. تفضلي حقيني. بدك تستعيره؟ شو؟ لا عفوا. ليش حطوا حضنك؟ ما انتبهت. بس يا اخي شو الفوضى هي؟ انت واحد قد ما غاب عنك وبرجع بلاقيك بنفس الفوضى ونفس الحاله هي، لك تغير ولا تغير. معك حق. أنا باين رح امتثل لنصايحك واتزوج. تمتثل لشو؟ شو؟ تمتثل لنصايحي؟ ايه. اوعك اوعى تعملها، اوعى. شايف الفوضى هي؟ ما في اجمل منها يا ماجد، ما في امتع منها. نعمه نعمه. أنا ما في حدا عم يطبخ لي. فك يا اخي، كل بالمطعم، كل فول فلافل تسية ماشي الحال. ولا يغسل لي ثيابي أو يكويها. بعتون على الكوة، لك اخي بعتون على الكوة، ما في كوة حطه تحت سجادة، تحت صوفاية، تحت الفرش بمشي الحال. اصحى تتزوج، اصحى تتزوج. أنت شو قصتك؟ بعدين تعال شوف. وين راحت نصايحك؟ اتزوج يا ماجد، بتنضب أولاً وبتستقر ثانياً. والله هي انا عملت اللي علي، انا نصحتك دير بالك. اوف هلا كله لانه بالحضانه ما غيروا لابنك ثيابه. صدقني ما عم انام يا ماجد، ما عم انام، لا ليل ولا نهار، طول الليل وطول النهار على واعويه، حالي رح جن. الولد طالع إلك متعب، بقى لا تظلم امه. اخذنا وحده موظفه، قلنا بنحط خبزاتنا على جبناتها وراتبها فوق راتبنا، بيمشي الحال، وحسبناها 100 مرة، لك ما حسبناها يا ماجد، ما حسبناها. كنت في يا زلمه شو بك؟ يا سيدي انت حسبتها وحدك. انا نصحتك بهداك الوقت انك تاخذ وحده مو موظفه، وبتذكر كمان انه قلت لك انك تقيم كل الفكره براسك، بس انت عنيد. اي نعم اشهد بالله انك نصحتني. وهلا ما صار شيء، نحن اولاد اليوم، كبرها بتكبر، صغرها بتصغر. اسمعني زار،
انا عندي حل لقصتك. بوس ايدك، شو هو؟ قل لي يا ماجد. قول. بطلها. شو؟ ايه لا تطلع فيه لا تفاجأ، خليها تستقيل وتقعد لاولادها. ولهذا ماجد تقطع له كرت، فهمت ولا لا؟ بعدين تعال هون، تركت كل رفقاتك بعد ما تجوزت، ايش معنى ماجد افندي يعني على راسه ريشه؟ لك انا والله لي غير ماجد، بعد ما خليتني اترك رفقاتي. بعدين شو ماجد؟ شو ماجد؟ هدول رفقة هدول؟ لك حاكيني. خلاص فهمت. ماجد ما بتروح لعنده، وهي انا عم اقول لك. بعدين هذا انسان من العصر الحجري، لك انا كيف ما انتبهت له من زمان؟ خلاص ما عاد رافض. بس مو لانه انت بدك، لا، لانه انا ما بدي رافض. افكاره غير افكاري. شكرا. عفوا. شو ما راح تلبسي؟ راح تتاخر على شغلي. جهزي لي حمودي اخذه معي. بصل على الحضانه لما بعد الشغل. لا انا ما راح داول اليوم، بدي اقعد بالبيت مع حموده. تقعدي مع حمودي؟ ليش شبه؟ يخزل عينه عم يضحك ويلعب. حموده بخير ما بو شيء، بس اذا استمر بهالحضانه هي ما راح يكون بخير بنوب. لا انت عم تبالغي يا وفاء، الجماعه ما عم يقصروا. خلاص انا اتخذت قراري ومجال النقاش ما في ابدا. حموده بهالحضانه هي ما بقى يداوم. اوعي تكوني بدك تتركي الشغل ها؟ عفوا انا قصدي يعني مو من شان الراتب، لا ابدا، بس انا بتعرفي انا من شانك انت. بعرف تقبرني، بعرف انت مع عمل المرأة. لك يا سلام عليك يا نزار، خليهم يجوا يشوفوا جوزي يلي بدافع عن حقوق المرأة أكثر من المرأة نفسها. تقبرني إن شاء الله. كلام منطقي ومعقول، بس بفضل ناخذ رأي وفاء بالأول لأن الموضوع بيهمها شخصيا. شكرا لمساعدتك يا رزان، ولو شو هالشغله يعني بدنا خدمه تحرس ست وفاء. انا معك والله. تفضل. لا شكرا. يسلموا الله يسلم عليك. يا سلام. يا سلام. تسلموا الايدين ماما. الله يسلمك ماما. على مهلك. هات يا شوف. طيب الله يعطيك العافية. الله والله. العافية. شكرا واجبكم. تعال وحدك قول. يسلموا الايدين. نزار. والله يطيبين يا ابو نزار، والله يطيبين. على السلام. عيش. يسلموا ايديك. صحة لا صحة. على الكل زيد على الكل. شكرا. كوكو. عمار. الله عامل بالتخيل. مد ايدك كوكو. ايد الديان. أنا ما أعرف كثير. لك يعيش عيش طيبين. طيبين كل أرخي نزار كل صحتين. ممتازين. بسم الله. صحتين وهلا. عمار على مهلك. بابا طيبين شو بدي اعمل؟ كلهم بصوا. صحتين وهلا. صحتين تركويا. يا سيدي شوفي يا بنتي يا وفاء، كلام نزار معقول. وين ممكن نلاقي الحضانة اللي تنوب عن الأم؟ بدها تكون حضانة صناعي مثل الحليب الصناعي. بابا دائما هيك. الله عليك يا حال انا نزار. حطيت خبر عن كل رفقاتي وكلهم رح يدوروا معي، والا ما لاقي حضانه مثل العالم والناس. ايه هي ثالث حضانة صرتي ناقلتي إلها خلال الشهر. وينك بنتي بدك تحملي وتدوري فيه وتنقليه من مطرح لمطرح مثل حجر الشطرنج. يسلم تمك يا عمي، يسلم تمك. انا حكيت هالحكي كله، بس لكن في جماعه طناش ما سمعوني. شو يعني؟ بدك يعني بطل اقعد بالبيت مع الولد؟ يا عمو ما حدا قال هيك. بالعكس نزار من الأول كان بده زوجة موظفة مشان تساعده ويساعدها كمان، لأنه تكاليف الحياة صارت صعبة وبدها تعاون. ما ها الحمد لله طلعت براءة انا. بس طول ما رفيقك ماجد وراك رح يعلمك، وقلبي ما رح يطمن. اي لا انت فعلا زودتيها. شو شايفتيني ولد صغير ليلعب بعقلي؟ خلص انا وعدتك اني ما احكي معه. ولا خايفه ليعلمني ويأثر علي بالقمر الصناعي او باللاسلكي؟ لكن ليش كل هالضغط علي؟ من جهه بدك يعني ام بواجبي بالبيت على الاخير، ومن جهه ثانيه عم تقفلها بوشي، وبدك حموده يتم بالحضانه لحتى يمرض وتحطني تحت الامر الواقع، ما هيك؟
أنا؟ الله يسامحك. بعدين ليش كل اللف والدوران؟ بقدر أطلب منك علنا وبكل صراحة إنك تبطلي الشغل وتقعدي في البيت. لا سيدي ما بتقدر. ما بقدر؟ ليش؟ مو زوجتي؟ شفت انه لساتك من جوا انسان متسلط؟ بدك بس تحطني بالام ومدافع علي. شو هذا نزار؟ عيب لفها. قول في عندها ضيوف. عمو انتو مو ضيوفي، انتو اهلي. معلش يا عم. عادي ارتاحي، عادي تفضل. حلو. اسمعوا. أنا في عندي حل بريحكم كلكم. شو رأيك يا نزار نجيب حمودة نحطه عنا؟ نحط حمودة عنا؟ ايه؟ نحن أولادنا كبروا والحمد لله صاروا كلهم بالجامعة. حمودة تتسلي فيه بهالنهار. إيه بس ما بعرف شو بدي أقول. معلش يا عمو، لا تحرجها لمرت عمو. المسألة يا جماعة ما فيها إحراج. هلأ نحن راح نعجز عن حل هالمعضلة الصغيرة. شو يا أبو نزار؟ إذا كان هالولد يعني ما بدكم تحطوه عنكم، ابعث لنا إلنا ونحن بنحطه عنا. إيه شو رأيك؟ شو رأيك يا أم وفاء؟ والله أنا بحطه بقلبي وعيوني يا بنت أهل الرسالة. أنا عجبت. يستوي أنا. حبيبي بدك تقبرني. يا حبيبي غديني. ما بغديك ما بغديك. لا وحياتك ما رح غديك. لا بدي اتغدى ستي. طعميني. شو ما خلصتي؟ كمان شوي وبيكون الأكل جاهز. شو بلا عناية؟ إيه روح روح حطه بسريرة وتعا ساعدني. شايفة شلون؟ ما في أملة معي أنا. شامم ريحة باذنجان وهيدي أكلة بتعجبني. أنا شامم ريحة فستان حلو. شو السكينة؟ يا عيني على الباذنجان. وفاء أنا مثلك من جوعي. لا لا تنام، يا عود ساعدني يا عود وبلا قروشة. شو بدك ساعدك؟ رح سوي السلطة. أنا شامم ريحة فستان حلو كثير مناسبني. لا تحلمي. يا أم نزار. أم نزار وينك أنتِ؟ ايه شبك ليش عم بتعيط؟ وينك أنتِ؟ كنت عم اخذ حموده من ابوك. راح؟ وينه بدي إياه عاوزه؟ راح شغله انا متاخر. الله يصلح هالولد، بضل فوضوي، كان يجيبه أول شي نص ساعة. اتركه بحاله بايو، شو بدك ليش نادت لي؟ هديك المرة قلت لك زر الجاكيت مقطوع، ليش مو مساوي فيه؟ على عيني، دقيقة وخيط لك اياه، تعال تفضلي. مسك حموده تعال. هاتي. روح عن جدة، روح عن جدة، روح عن جدة. يسلموا لي أنا، يسلموا لي أطاق أنا، يسلموا لي. تعي تعي ستة، تعي تعي تعي. تفزيني تعال. شو؟ إذا أبوك عم يدللك أنا ما عندي دلال. فهمان؟ شو؟ عاملها؟ من الصبح عاملها؟ وين بدي احطك هلا؟ ستك ملتهية بالزر. صباح الخير بابا. صباح الخيرات. عمان؟ نعم يا بي. ما بدك تصبح على حمودة؟ طبعا بدي، بس حضرتك محتاج كل وحدك ومخلينا في ولا حصة. ايه تعال تعال جنبي، شوف صباحه ما احلى. صباح. يسلموا لي يسلموا لي. خذ انا بتنازل لك عنه عن طيب خاطر. اوف شرب. شو الكلام يا بي؟ يسلموا ايديك. يلا. اهلي يا ابو حميد، واهلي حموده، وحموده يا ابو حموده. تعال اهلين. اهلين عمو، اهلين كيفك؟ ومش حتنازل عنك ابدا مهما يكون. بدي اهلي حمود، اهلين 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 قلبي. ابو حميد عاملها حبيبي؟ اهلين وسهلين. عم بقول ليش نازل عنك زبدك بهالسهوله؟ صباح الخير عمار. اهلين رهان، صباح الخيرات. ابوكي شو بك؟ معصب كثير، ليش؟ متضايق من حموده.
معقولة هلا أبي يكون متضايق من حمودة؟ ومين بيقدر على زعل حمودة؟ عمار؟ الله يخليك اعطيني اياه شوي بس شوي. ولا لا يا رزان، عن جد ما بقدر، امك امنتني عليه والامانه صعبه يا رزان. عمار بس شوي الله عن جد ما في مجال. حرجتيني انت ها؟ الله يخليك بس شوي شوي ايه وبترجعيه. خلاص. ها؟ وين حمودي؟ شكرا اهلين. يا حبيبي ليه يا أبي ليه تقفشني ريتك العروس تضوي بيتك يا حمودة هون يا أمي لك لشو كل هالصياح؟ الظهر حمودة وصل لعندك؟ ايه ستي وصل وعملها تحت الضمان دخيلك لشو كل هالأمل؟ لك أمي أنت لازم تتعودي بكرة بتتجوزي ويصير عندك أولاد لازم تعرفي تغيري لهم ثيابهم لك أمي يلا لشو تعي ساعديني بحمودة تعي أمي شو بك؟ إذا هيك الجواز أنا مالي رح أتجوز إيه بعدتي أمك روحي شوفي أبوك إذا بده شي ولا لا أمي لك شو بدي تاخذيه من ابنك ولا بدبه بالبحر هاتي شو بدي بالبحر هاتي روحي شوفي أبوك إذا بده شي وينك؟ طريقك ناولين صغار حمودة أوام تعي تيتا تقبرني تعي يا تيتا تعي يا حبيبي أنا تعي يا عيوني يا حبيبي لا يا قلبي لا بتعرفني زار؟ شو بدي اعرف؟ يوه شو بدك تقبرني ليش تعبت ما في شيء. لاني ما بحب اسمع هالجمله هي، كل ما بتقوليها بحس انه في وراها مشكله. بقى تدخلي بالموضوع مباشره الله يرضى عليكي. إيه ما في شيء يعني شو بده يكون في يعني؟ طيب هلا ما بدك الصراحة؟ طبعا بدي الصراحه، شوفي امك ما عجبني وشها اليوم. ليش شبهها؟ مريضه؟ بس انا اليوم الصبح لما رحت لعندها كانت لا سيدي اطمن مو مريضة، بس يعني كانت فاترة معي شوي. ايوه ليش سمعتي منها شيء؟ قالت لك شيء؟ إيه لا ما قالت شيء، بس أنا هيك حسيت. يعني مقابلتها ما كانت مثل كل يوم. شلون يعني؟ يعني بالعادة بترحب فيي أكثر من هيك. واليوم؟ اليوم كان ترحيبها نص نص. لك يا وفاء يا حبيبتي، ماما بالوقت اللي بتروحي لعندها مشان تجيبي حموده بتكون مشغوله بتحضير الاكل لابي اللي راجع من شغله. بعرف سيدي بعرف بدون ما تعمل لي محامي، بس ما بعرف ليش حسيت كأنه بدها تقول شيء يعني. إيه لا شيلي الافكار هي من راسك، لو كان في شيء كانت امي قالت. ليكون متضايقة من حمودة ها؟ يا ستي ما لها متضايقه، لا هي ولا ابي، انا كل يوم الصبح عم مر لعندهم وما لاحظت هالشيء. لكن ليش استقبالها إلي كان فاتر فيك تفهمني؟ يا ستي هذا اللي صار، والانسان كل ساعه بحال، يعني شو بدك اياها تعمل لحتى ترضيكي؟ تستقبلك بالدبكه وعلى 1:30؟ ايش يا دبكة 1:30؟ لك قوم حاكيني. النوم اريح. شو؟ زر زر 2 3 وين الزرار؟ اوف فوت غيره شو عليه؟ معلش بس هذا الدكوي ما بيلبس بنوب كمان هذا الدكوي يا لحالي شو لسه الميزان؟ إيه ما في بالعادة تعامليها بهالتطنيش هاد بسيطة يعطيك العافية ماما. أهلين ماما. لو سمحتي كل شيء قميص نور الاثنين. على عيني، بس لخلص رضا حمودة. ايه ماما بس انا تأخرت على الجامعة. أنا كم إيد إلي استنى شوي الدنيا ما طارت إيه صحيح بس انا محاضرتي اذا تأخرت على الجامعة بتطير. ماما انا تأخرت على الجامعة. يا ابني أنا ما بقدر أترك رضعة حمودة ورضعة حمودة مهمة مثل محاضرتك بالضبط إيه؟ تقبرني مضبوط. طيب شو رايك ماما؟ انا اكمل الرضاعة بدالي. أنا أعطيك إياه لك شو جنيت؟ ماما طيب جربيني هالمرة، بوعدك انه دير بالي عليه منيح. لك يا ابني الولد مو لإلنا وما للناس موكل عليه ابني. ماما الله يخليكي جربيني هالمرة وبس. تقبرني تعال حمودة تعال. الولد بده تتشاي بعد الرضعة. شو هي تنشاي؟ لك مو تنشاي تتشاي يعني لازم يتدشى.
يعني بتقلب الولد هيك على ظهره يا تيتا يا تيتا يا تيتا، هيك بتعطيه هيك كم خبطه ناعمين لطيفين كثير. ولا شو بقى كل هالالعاب الجمبازيه هي؟ لك مشان يهضم الرضع لك ابني. طيب هاتي لا تخافي. يا الله حلوه هي. تعا حموده تعا حموده. طيب شرف خذوا. الله يعطيك العافيه. روح عند عمو يا قلبي. ولا يهمك. تعا حموده تعا. ليك امي ايه انتبه بدي اشيل نطط ما بدي وصي. ايه خلاص لا تصي حريص. تعا حموده تعا تعا يا قلبي تعا 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 هلا انا وياك باكل حليبات بدنا سوا. انقري انقري. يا علامتي انا كيف اعطيته البلد؟ انا خايفه ما يعرف يدشيه. ولك يا حبيبي لازم تتدشى مشان مصلحتك. ستك هيك قالت. شو عم تعمل يا حموده؟ عم دشيه مثل ما قلت لي امك. الله يعطيك العافيه، هيك بدك شو لا؟ لكن شلون؟ يعني جيب قرنيت كذا ثاني هالطير؟ تعال هيك، هات الولد. إيه لا. بدنا رح تخنقه. مو قبل هذا الشيء بنعطيك اياه بنوب. يا امي يا يامو تعي رح حموده رح يختنق تعي. لك شو هادي بعدني حمى منك ومنه الهي. يا ماما انت قلتي لي دشيه. لك اخ منكم لك انا قلت لك دشي ما قلت لك تشرقه يا علامي. لك الحليبات اللي رضعوا مثله مثل السم على معدته. ايه شو عليه؟ تفضلي راح عندك روح على محاضرتي. تابعتي انا. لا ضربي. وانت الثاني شو عم يصير الصبي؟ هاتي عم بهديه عم بهديه. عم بتهديني واقفه لهديكي على طريقتي وقفت. امي عجبك هيك؟ ولي على قلبي فيته. احمدي ربك اللي ما صار حريقه بالبيت. لا شاطره وانا كيف بدي اروح على جامعتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واحلى قهوه لحبيبه القلب. الله يسلم هديات يا رب. يسلم لي عمرك ربي. شو بابا لساته نايم؟ لا فاق من زمان تقبريني. ايه ما بده يشرب القهوة معنا؟ لك بنتي ابوكي صاير بهالايام عم يتدلل كثير، بدنا نناديله لحتى يشرف حضرته يجي. ايه وما تنادي له؟ هلا حاضر هلا بناديله. ماما يا عيوني انت بتعرفي انه بابا على طول بيحب يتدلل. لك بنتي بس بهالايام الاخيره زايده كثير. وحضرتك يعني شو خسرانة؟ كلمة حلوة ولقمة طيبة من تحت ايادك مثل هالقهوات ما فيها خسارة. طيب وانا مين بده يدللني ويهتم فيي؟ إيه الله وكيلك اذا بضل من هلا لبكره عم بشتكي من هالروماتيزم اللي هالكني ما بسمع منه كلمه ولا بيهتم، ما في غير بيقول لي ديري بالك يا ام وفاء، خذي بالك من البرد اساس كل عله. لك البرد عنده يا كل الامراض بسببه. لك حتى مرض السكري تصوري. لا قوم اندهلك له. لا عادي لك وبابا اجى لوحده. ما قلت لك عم يتدلل يا امي عرفت. اهلين يا ابي اهلين. الله يرضى عليك. شلونك يا بابا؟ الحمد لله. شو ما بلاقيكم عم تضحكوا؟ ضحكوني معكم. هو كنا عم نحكي عن ايه عن نزار. نزار؟ ايه خير شو بو نزار؟ اخ يا بابا خليها لله دابل قلبي. قال شو بده ياني يدلله على الطالعه والنازله. ايه معه حق. لكن لازم المرأة تحترم جوزها، مو تتركه لحاله قاعد وتروح تعمل زيارات للجيران. شوف ابو وفاء اذا كنت عم تلطش وتحكي عني انا ما عم بطلع الا لاخذ اذن منك. ايه بس على اساس رحتي تشربي فنجان قهوه وترجعي. معلش يا ماما بابا ما بيقدر يقعد بلاكي دقيقه. لك مين بده يجي مع العروس؟ امها وخالتها وعشرة من حارتها. وليه القهوه بردت لروح سخنها قبل ما اكل لا اكله. والله انا اللي بروح بسخرها انت عدي. ليش كم ابو وفاء عندي انا؟ الله يخلي لنا اياك يا ام وفاء. على راسي. اكرموا يا رب.
شفت استاذ، شفت قديش بتحبك؟ امك طيبه وما في مثلها. ايه بس حضرتك يعني حلحلة شوي ولحلحة شوي، ماما بتحب الزيارات. دخلك وشو لها طعمه هالزيارات؟ في غير الحكي على فلانه وعلانه؟ دخلك، هلا انت ما بتروح على القهوة وبتجتمع مع زملائك؟ ماما كمان بحاجة لمين تحكي معه ويحكي معها. حاضر يا بنتي حاضر، كرمالك ما عاد اتداخل بزيارتها. الله يخلي لي اياك، شو قلبك طيب. وانت شو صار معك بالنسبة لحمودة؟ مرتاحة بعد ما حطيتيه عند بيت حماكي؟ مو كتير، انا عم لاحظ انهم متضايقين بس هن ما عم يحكوا شي. وشو منتظرة لك يا بنتي؟ هاتي لعنا كيف ما كان امك بتتسلى فيه وبتبطل لي هالروحة وهالطلعات وهالفوتات. نزار ما عم يرضى، قال طالما هن ما حكوا شي مو ضروري نشنطة الولد، وخاصة انه بيتنا قريب من بيتهم. طيب مثل ما بدك يا بنتي. وهذا احلى فنجان قهوه لاحلى عيون. الله يسلم الايدين يا رب. يسلم لي عمرك. يسلمون خليكي انت يسلمون قاعده. ايديك يا رب. يسلم لي عمرك يا رب. هي احلى من واطيب من قهوتك. لك ربي يسلم لي اياك. خب ان شاء الله مجاري الهنا. تفضلي عمري. يسلموا. مبسوط مني ابو وفاء؟ ولو انت دائما جوا بقلبي. لك انا مين في الي غيرك؟ خذ يا عمري. لك رضاعة ورضعت ولعب ولعبتك وأواعيك وتغيرت، لك ليش عم تبكي بقى؟ اوف يا ربي، لك بدها يعني يتفرغنا طول النهار، لك هلا بتيجي رزان تعمل لي مشكلة بشعة النور، لك شو بدي لحق لحق؟ جاي لك عاشتك تبكي. شبك لك تيتي، لك ليش عم تبكي؟ لك قلي ليش عم تبكي؟ شو بدك يا علامتي؟ لك بس بدك تتحكم فيني على آخرة هالزمان ها؟ آخ لك اسكت بقى، بدي خلص من النور تاعتك رزان. يا رب. مرحبا ماما. أهلين رزان. شو شايفتك راجعة بكير اليوم؟ بالعكس انا راجعة متأخرة كمان. ليش قديش الساعة؟ الساعة 2 بالضبط يا اختي. 2 شو؟ قولي علامتك يا ابني زان. شو بك امي ليش عم تحكي؟ يا امي ابوكي ما بين يجي على الغداء وانا لسه لهلا ما رفعت الطبخة على النار. هذا اكيد حكي شغلك مو تعال هيدي تعذبت اموري. ابن اخوكي بيعذب بلد بحالها لروح حط الطبخة على النار. كيفك برت عمو؟ اهلين. كيفك رزان؟ ان شاء الله ما عذبكم حمودة اليوم. لا بنوب. حمودة ماما وصلت. اعطي حمودة لامه، تعي ساعديني بالطبخة، بدي خلص لك التنورة. شو؟ لهلا التنورة ما خلصت؟ لا ستي التنورة ما خلصت. وعيد ميلاد رفيقتي اللي جاي كيف بدي احضره؟ ما بعرف. ابن اخوكي طول النهار عم يبكي، ربت ايدي. ماما فهمنا. أنا آسفة وفاء، أرجوكي ما تزعلي من ماما، يظهر هي معصبة شوي. معلش بسيطة، صحيح بدقني، ما بعرف شو قصتها. ماشي ستي، أنا بعرف شو قصتها. عن إذنك بدي لاحق ساوي له لقمة لأخوكي. الله والنبي معك يا أهلين. وفاء شرفي، هي أواعي ابنك.
شو شايفتيني عم بتحمل؟ لا سيدي فهمانة يعني انك عم تقرا، شو مفكرني ما بطص؟ قصدي شلون قدران تقرا؟ تعرف نزار؟ شايف الله مشان الملايكة فهمتك 1000 مرة، هالجملة هي بطية من قاموس الحكي تبعك. وفاء اسمعيني، أنا ما عندي رغبة أعمل مشكلة مع حدا بنوب، بكفي مع ما تخليني أروح لعند أصدقائي. لك أنا بس بدي أفهم شو قصتك أنت حاطط أعصابك ببراد وحاطط رجليك بمي باردة؟ لا هي ولا هي. تفضلي ستي، احكي، كلي آذان صاغية، تفضلي، قولي. أمك شو بها أمي؟ أمك ما بدها حمودة. بس أمي ما قالت لي هالشي، يعني لساتها قبلاني تحط حمودة عندها، وأنا صار قلت لك هالشي 1000 مرة يا حبيبتي. شوف نزار، أنا ما بقدر استنى لحتى تجي أمك وتزت لي حمودة بوشي وتقلي خدي ابنك وفرجيني عرض التافك. لا تخافي لا تخافي، ما راح تصير هالشي، أمي ما بتعملها. لا بلا سيدي، أمك اليوم نرفزت بوشي وتقففت من حمودة. يا ستي خلص اتركي موضوع حمودة علي أنا. وأنت شو همك؟ حاطط لي هالكتاب وقاعد. نزار، نحن لازم نلاقي حل وسريع كمان. ناس يا عالم يا بشر يا هو، بدي اهدى شوية، بدي ريح أعصابي، بدي نام. إيه وليش عم تصرخ؟ شغلة تحط العقل بالكف، حطيناه بالحضانة ما كنا نخلص، حطيناه عند أهلي ما كنت تقبلي وما عجبك، طب شو بدك تساوي أكثر من هيك؟ ما عجبك هالشيء؟ تفضلي اقعدي جنب ابنك البيت. خلص حبيبتي سامحيني، كلمة وكلمة مني، اعتبارها من بكرة الصبح بروح بودي حمودة لعند أهلي وبرجع الظهر الساعة 2:30 وبجيب لك إياها. منيح؟ مبسوطة؟ أصلا أنت هذا هدفك من الأول، أنا بعرف أنا. بس منيح يا سيد نزار، منيح كثير، منيح يلي بينت على حقيقتك. أنت صحيح مثقف وواعي، بس من جواتك لساتك متسلط، جاهل. أنت ضد حق المرأة بالعمل. لا أبداً، أنا مع المرأة، صدقيني مع المرأة، مع حق المرأة بالعمل، مع حقها بالتعليم، والمرأة هي نصف المجتمع، وأنا كما قال رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين، صدقيني يا مرة صدقيني والله أنا ما أقول شهيد. يا بيت اهلا وسهلا. اهلين اخي نزار، وشك ونضوي القمر. تفضل وروق لي حالك. شو هذا بس رح مساوي؟ ايش بدي اعمل لك؟ طول عمري هيك، كل شيء وله حل. رح طق يا ماجد، رح طق. خرجك. ليش شو عملت معك؟ ما انت اجيت لعندي، سمعت كلام مرتك. شو عرفك؟ قصدي غلطان انت. لا سيدي ماني غلطان، هذا حكي كله صحيح. مرتك تعرف مين انا منيح وتخاف عليك مني. اكيد حضرتك عاطيها تقرير كامل عني، ولا نسيت انك تركت كل اصدقائك من يوم ما تزوجت؟ هلا نحن بشو وانت بشو؟ لك ما بكفيني اللي انا فيه، انا ناقصك يا ماجد. انا في عندي حل، بس بده واحد زقرت. شو هو الحل؟ هات لشوف، ان شاء الله بدك تطلقها كمان. اعوذ بالله، انا بدي تخرب بيتك يا نزار. شو بدك يعني ساوي لك هان؟ لازم ترجح الكفه. كفة لنا كف؟ الكفه لازم ترجعها. أنا كفة؟ انا راح بشرح لك. تفضل سيدي تفضل. الكفه هلا معها لانها مسيطره عليك، فانت لازم تحط كل ثقلك بالكفه الثانيه، بتصير الكفه معك. كيف يعني؟ بكلمه واحده بتقلها بكل رجوله: يا ام حموده عدي بالبيت. إذا ما رضيت؟ ولا اسهل من هيك، بتعمل مثل ما عمل جدي مع ستي. شو عمل جدك؟ قتلها. قتلها؟ لك شو قتلها؟ هل قتلها قال؟ لو قتلها ما كان ابي اجى على الدنيا ولا حتى انا كمان. قتلها يعني ضربها ضرب بس. ضربها؟ ايه؟ لك في رجال بيضرب مرة؟ جد؟ معقول؟ طبعا.
طب هي شو عملت؟ هي اكلت القتله من هون وباست ايده وحطتها على راسها من هون. لا 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 ابدا. اخي انا رايح على بيتي، ما عاد تشوف وشي بنوب. طول بالك قال بمزح معك يا نزار. طلع بمزح معك. خاطرك اخي، خاطرك، لا تبليني الله يخليك، خاطرك. نزار شو يا نزار؟ اهلين اهلين ابن عمي، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، يرضى عليكي بدي سلوة القمتين وامشي فورا لانه عندي موعد مهم. ايه على عيني، فوت خذ لك قيلوله لبين يخلص لك لك شو الطبخ. القيلولة انت الثانية؟ عم اقول لك بدي اكل وامشي. بصراحه ابن عمي انا ما لحقت اطبخ. وشو ذنبي انا؟ لك انا ما عم لحق، ويلي انت ويلي اولادك ويلي عموده ابن ابنك. منيح لي ما كنت موظفة والله، قاعدة بهالبيت طول النهار، شوفي وراكي. شوفي وراي، لك شو نسيت انه حاطه حموده ابن ابنك عندي طول النهار. الله وكيلك الله وكيلك انه هالشغله اصعب من 10 وظائف. هلا حمودة الصغير بده كل هالعذاب، ايه طفل رضيع هاد، بياكل من هون بينام من هون. بينام من هون؟ شرك، لك ابن ابنك طول النهار على العالم، لك ما بيشبع لك، انا تعبت، انا ما عاد بقدر بتحمل. وعم تعلي صوتك علي كمان؟ لانك ما بتقدر، ما في حدا بيقدر بهالبيت، بدكم طلباتكم وبس. لك وطي صوتك عيب. لا ما رح اوطي صوتي، فهمت؟ ودي احكي، انت السبب، انت اللي خليته يجي لعندنا هون، لازم تلاقي حل، فهمت ولا لا؟ ماما ماما حموده عم يبكي. خليه ينفلق، روحوا عني يا. لك تعال هون، كمان بدك تحرد ما بدك تتغدى؟ ما دخلت فيي، ما بدي اتغدى، ما بدي اشوف وشكم، خاطرك. يا رب يا ربي يا ربي على العيشة، بدك تفهم انت واختك كمان. شو بيك؟ شو عم عملها؟ شو هاد؟ عم نقول لهم الولد عم يبكي ما حدا اهتم. كيف كنا وكيف صرنا؟ تعال اقول لك، تعال شو القصة. اللي على اساس ما بتعرف شو القصه ما هيك؟ لا والله ما بعرف. تعال شو تعال. اهلين اهلين نزار، شو وين هالغيبة؟ عاش مين شافك؟ انا اسف تاخرت شوي، بس لكن المواصلات مصيبه كبيره. ايه والله مصيبة. شو وين وفاء؟ ليش ما اجت هي تاخذ حمودة؟ وفاء ما رضيت، قصدي ما رضيت؟ لا يعني وفاء ما رضيت تطلع من البيت لانها مريضه. نزار شو القصة؟ ما في لا قصه ولا حكايه. وفاء حساسه شوي وامك بالظاهر عصبيه، فظنت وفاء انه امي ما عاد لها خاطر تخلي حموده عندها. هي كل القصه بصراحه. وفاء معها حق. يعني امي فعلا ما بدها حموده؟ نزار هي أول مرة من كذا سنة بتصير خناقة بين ماما وبابا. رزان وين حفاضات حموده؟ لا حبيبي تعال. لا حبيبي لا. ها هي بابا. اهلين اخي نزار. فيش شلون نزلت البرد لهون دون جاكيت؟ تعال يا بابا قصدك هلا جايه وين على بالك وتاركني انا حفظ ابنك. انت بدك تغير له؟ هو ما عجبك كمان؟ هي ابنك معك، دير بالك عليه. لك شو بدك تغير له؟ نزار شو شايف اني كنت امي بزماني ولا مرضعه؟ جيب لي اواعي بسرعه. بابا ما ضل عنده أواعي، كلهم وسخهم. معقوله يعني؟ طيب وليش مستغرب؟ ابنك ما عنده الا هالشغله طول النهار. يا بابا حبيبي. معلش نزار، معلش، انت لازم تلاقي حل. ماما خلص ما عاد تقدر. خلاص فهمت. بابا وي اوعي تفضل. لك في هالبرد نزلوا لهون. بضل بنق. لك خليك قاعد جنبه فوق. شو بيصير يعني؟ اخي عندي دروس انا كمان. بسيطة. لعند هون وبس. خلينا نحل مشاكلنا بنفسنا، ما بدنا لا أهلك ولا أهلي. إيه لا حبيبي، إذا أهلك ما عاد بدهم حمودة مو معناتها خلص ما بقى في حدا يقدم لنا مساعدة. الدنيا لساتها بخير. لك يا حبيبتي، أهلك مو مجبورين بابنك. هلا هن أهلك ولا أهلي؟ أهلك، بس أنا ماني حابب أتغلظ عليهم. نحن لازم نحل مشاكلنا بنفسنا، لازم نلاقي حل تاني. نزار ترى فهمان عليك أنا منيحة. لوين بدك توصل؟ شو؟
بدك يعني اترك الشغل واقعد مع الولد بالبيت؟ ما ترد. طبعا ما رح ترد لانك موافق اني اقعد بالبيت. شو عرفك؟ لانه السكوت علامة الرضا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شو بها؟ شو في؟ حمودة طول. إيه لسه بكير، هلا بيجيبوه. يعني انت شاعرة بشعور يا ام وفاء؟ وهو شعورك شو هو يا ابو وفاء؟ ما بعرف، شاعر كأني مفرفح، شاعر كأني رجعت 20 سنة لورا. هي لا 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 انت اهدي، انا يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الورد، يا اهلا يا اهلا. تعال حبيبي تعال، اهلا بالكتاكيت، اهلا 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 يا اهلين يا اهلين يا اهلين اهلين وسهلين اهلين صاري. شو ليش ما جابت وفاء؟ اتفقنا انا اجي الصبح يترجعوا المساء. ماشي الحال. اذا كان اوان اوان تيسر على شغلك لحتى ما تتاخر. يا شو الحكي يا ابو وفاء؟ عود صهري عود افطر معنا. اي صحيح افطار. لا شكرا سباتكم، يعطيكم لا العافيه. الله افطار. لا تاخرت على الشغل. اهلين اهلين. يلا خاطركم. الله معك. الله معك صهري. يا اهلا يا مع السلامة. اهلا يا جدة يا انا جدة. ابو نزار ابو نزار هلا بتبرد القهوه. يلا يلا جاي. لك اهلين، لك يسعد لي هالصباح الهي. يا صباح النور. تفضل ابن عمي تفضل. الله يسلم هديات. شايفك رايقة ومشارقة اليوم والحمد لله. لاني ارتحت. صدقني يا رجال والله مو ملل من حموده، بس انا تعبت وبتعرف انه مسؤولية البيت كلها علي، لا فوق منا اذا السيد حموده وحضرتكم ولا واحد فيكم تحسوس وساعدني بشغلي. عم تلطشي يعني ما ماشي. هي معك حق فيها، بس بتعرفي لو تساعدنا وكل واحد اخذ عن الثاني ما كان صار يلي صار. لحالك قلتها ابو نزار، لو حدا ساعد الثاني شو معناتها؟ ماشي الحال. انا صاير اخلاقي ضيقه، ما عم بتحمل اولاد صغار. معك حق. الله يخلي لي اياك يا رب، يطول عمرك، ما يحرمني منك الهي. وانت كمان بكره بنفرح من اولاد عمار وبنربيهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. داد ويا ما شاء الله، داد ويا ويلا، داد ويا ما شاء الله، داد ويا ويلا، داد ويا ما شاء الله. هدي تيتي لا كي خمينة كي خادة تيتي. يلا واحد اثنين ثلاثة. لا بريح وهي معلقة وهي شوكة وهي سكينة وهي صعدة. يا حمودي بدي يتحمل. يا حمودة يا تيتي انت يا عمي يا ماما. يا حمودة
صار لك ساعة بالحمام. لو كان عرسه كان خلص من زمان. يا ربي يطعمني ولا يحرمني شوفه عريس وصير زلغط له. ويا عريس الزين كتير ملبس، عريس كتير ملبس، عريس الزين يتهنى يطلب عليه ده ويتمنى. طبعا هو يتمنى ونحن نطلب نستنى. ايه شو هذا البراد فاضي؟ لك ما في شيء وانا ميت من جوعي. بدي اكل. دبريني شيء اكل اكلها. ما سمعتيني؟ سمعتك. نسيت اطبخ. نسيت تطبخي؟ ايه تيتا تأمرني جاي عيوني. تيتا تأمرني جاي عيوني. ايدك لدول حموده. خو تيتا خو تقبرني خو انت الليلي يا حموده. قوم افتح الباب. ما بقدر. نخيل الله. يلا لنفتح الباب. ام وفاء. ايه جايه. شباب وين غاصه؟ شو عم تساوي؟ وين بدي اغطس؟ عم بردها حموده. اتركيه هلا من ايدك وجيبي لي لقمه اكلها. اقبرني الاكل جاهز بس لحتى اخلص الرضع للولد. لك ما بقدر استنى انا ميت من جوعي. شو صاير لك؟ قلت لك الاكل جاهز. ما عاد تقدر تستنى لحتى نخلص الرضع لحموده. لك ما بشوفك الا ماسكه هالرضاعه وعم ترضعي. شو ما كان يشبه. حاضر مثل ما بدك. خذ رضعه انت لبين ما هيئ لك الاكل انا. تفضل. تعال ابني تعال. تيتا عيوني مع جده انت. اخي يا جدو. تعال ترضع هيك ارضع. شوف شلون ارضع هيك مشون. تعال ترضع جدو هيك. يلا نشوف. ما بتعرف ترضع. شوف حبيبي شلون الرضاعة. هيك رضاعة. يا سلام. خذ ارضع. يلا يا شيخ يلا ارضع يا يلا. تفضل يا ابو وفاء. وهي احسن صحن شوربه لابو وفاء. تفضلي اسمعني مني. شو شرب الحليبات كله؟ مو معقول. شلون مو معقول؟ لو كنت انا حليب كان شربني مع الحليبات.
ابو وفاء ارجيني لشرب، اكيد شرب الحليبات. حمودة هو اللي شربهم، مين أنا لكان؟ الحمد لله اللي انحل موضوع حمودة أخيرا. هيك سموا ايديك الله يسلمك. انا خجلانه منكم، ظروفها شوي يعني. يا ماما انت ما دخلك، نحن الحق علينا، نحن كان لازم ما نتغلظ عليك. نحن كان لازم من الاول نحطه عند اهلي. بابا وماما وحدانيين وحموده بيملى عليهم البيت. يعني مبسوطين بحمودة؟ مبسوطين وبس؟ طاير عقلهم. لا عن اذنكم لشوف حموده يمكن بده غيار. تفضلي اذنك معي. اهلي كمان كان طاير عقلهم، بس بعدين يا حبيبي. شو ابو النزر؟ شبك عم تحكي لحالك اخي؟ ايه اشتغل الوش والوشواش. إيه لا سلامتك من الوش بابا. بابا مستعد لك بارودة حمودة، انطفى ضوء انشعل ضوء وقال لما تدفع هالسعلة ما كانت تفارقني. أخذت دواء السعلة؟ أخذت بس ما في خلاص. يا حمودة ماما اشترت البارودة. راح اشتري مدفع. أنا حاسس إنه حرارتي مرتفعة. هذا من تأثير السعلة. يصبح السمكة هيك بيطير والعصافير من تأثير السعلة. يعني هيك بيعدل مش تهدي. وأنا صارت حرارتي 40. حرارتك عادية. العماري العماري طلعت ناديتك العماري العماري طلعت يا السبق فوبية حتى تحطونا انت جوات السنية العالم شاعر طفطف أنا طفطف شاعر طفطف شاعر طفطف وأنا أنا ما راح طول. لا يغلي قلبك علي مثل العادة. الله معك حمودة ماما 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 انتي راحة حياتي عاشت الماما. صحيح ريحة الدخان بالقهوة ما بيواتيني ما بيواتيني. أنا مليت ولازم روح. مثل ما بدك يا ابو وفاء. أنا تعبت من القعدة مع 4 حيطان. حمودي طفى ضوء وشعل ضوء وأنا اللي بدفع أخ أنا راسي اللي راح ينفجر مثل المدفع. يا الله يا ربي يا حبيبي
دخيل اسمك يا رب. يا رب تجعل العواقب سليمة يا رب. صلي على النبي شوي مرت عمي، صلي على النبي. اللهم صل عليك يا رسول الله. يا ماما يا حبيبتي، بابا ماله صغير، ما بدك لهالخوف. يا ماما يا حبيبة قلبي، أبوك ما في بالعادة يعملها، لك حتى على الغدا ما إجا. ماما؟ نعم ماما. انتي زعلتي بابا بشي؟ صحيح زعلتي شي؟ أنا؟ يحرم علي، لك حتى الزيارات ما عاد تطلع، طول النهار قاعدة بالبيت. طب شو القصة لكان؟ وين راح؟ مساء الخير. مساء الخيرات. مساء النور. وين كنت لهلا غليت قلبنا عليك؟ ترفع الصينية من الفرن. ترفع الصينية من الفرن وترفع العجينة بمساعدة السكينة. تعرف نزار؟ شبكي شبكي شبكي. خلص ما في شي، ما في شي. شو حكيت؟ وفاء بوس ايدك، بوس ايدك، ممكن تلغي لي هالجملة هي من قاموسك اللغوي؟ على راسي ممكن. تفضلي احكي، شو بدك؟ لا ما بدي شي، بس يعني كنت عم اقول حط لك عشاء. لا بدي انام على الخفيف. طيب بشو كنت عم تفكر حبيبي من شوي؟ اشكال الوان. مثل؟ مو ضروري تعرفي. شو حبيبي بلشت تخبي عني؟ مجرد شكوك، لما بوصل الحقيقة ساعتها بقلك. شو هالشكوك هي؟ احكي لي. يعني قصدي على الاقل بعطيك رأيي. الفصل اللي عمله ابوك اليوم مو فايت مخي، مو فايت بمخي. ايه بابا احيانا بيتصرف تصرفات طفولية شوي. إيه لا يا ستي، الموضوع في إنها ابوك انسان متزن ومعروف يعني. دخلك؟ هلا شو يعني اذا غاب طول النهار برات البيت؟ بيكون متخانق هو وامي وما حبوا يقولوا لنا. انا خايف ليكون شو؟ ليكون موضوع له علاقة بحمودة. قصدك بتضايق منه؟ ايه لا تقبرني، ما حذرت، انت رحت لبعيد كتير. ليش لا؟ لانه بابا كان طاير عقله بحموده، بعدين انا لاحظت هالشي وانت كمان، ولا نسيت؟ يا ستي هذا بالايام الاولانية، لسه ما دخلوا بالحامي، التقيل لقدام. ايه حاجة بلا اوهام وحكي فاضي، بعدين اهلي مو مثل اهلك. ايه الله يسمع منك، بكره بنشوف ستي، بكره مو مثل اهلي. تصبح على خير. وانت من اهله. لكن أنا صيت على الرف، صيت على الهامش، لكن لا، أنا لا يمكن أقبل بهالوضع. أنا لازم أتخذ موقف. أنا بورجيك يا حمودة. أهلين. كيفك ماما؟ أهلين وسهلين أمي. ان شاء الله بخير. الحمد لله. طمنيني ان شاء الله ما عذبك حموده اليوم. بدك الصراحة أنا رح أطق. أنا ما عاد أقدر أتحمل بالمرة، رح أطق، رح أجن. لهالدرجة ماما؟ وأكثر ما تتصوري. طيب ماما بتحبي ناخده لحتى ترتاحي؟ لك بنتي لو بعرف إنه بيمشي الحال كنت قلت لكم خذوه من زمان، بس أنا بعرفه ما بيقدر يغيب عن بيته، مهما غاب هون راحته.
ماما انت عن مين عم تحكي؟ عن ابوكي. عن بابا؟ رعبتيني افتكرت عن حمودة. يا حمودة يقبر قلبي ان شاء الله، لولا وجوده بالبيت هون كنت طقيت من زمان. طيب ماما احكي لي شو القصة؟ ما بعرف شو قصته، طول النهار قاعد بالغرفة ما عم يحاكيني، لك لحتى غرض من ايدي ما عم ياخد. ماما ليكون فعلا شاعر بالغيرة من حمودة مثل ما عم بيقول نزار؟ لا يو شو يغار؟ معقول يغار من ولد صغير لساته عم يرضى؟ يعني كلامي طلع بمحله. نزار الله يرضى عليك ها، اتركني بحالي من دون شي محتارة ومالي عرفانة شو بدي احكي. لا لازم تفكري بحالتك. شلون بدي افكر؟ هذا ابي. انا ما عم بحكي عن ابوكي، انا عم بحكي عن حموده. نزار الحديث عن بابا، حمودة اتركه ما لك علاقة فيه، امي طاير عقلها فيه. وابوكي رح يطير عقله من حموده، وبالنتيجه رح يطير عقل اثنين. شو بتقصد استاذ؟ اهلي مجانين؟ يو اسم الله حولك وحول اهلك. لا حول ولا قوة الا بالله، هذيك المجنون اللي عم يحكي معك. هيك؟ طيب يا نزار سهل لك. يديك لي يتوضا، لا ابري فضة، وهي معلقته وهي شوكته وهي صحنه وهي شوكته خير التاتعنة، تاكل عيوني تاكل خو يا قلبي خو. ابو وفاء عاوز شي؟ يجي ياخدي زعودونه دخيله اثنين صحتين والفانا يغدي تيتي خدي التيتا خدي يرع التيتا إذا بقولونيني. يا تيتي جده صار له يومين ما عم يحاكيني مزعلني، شو بدي اعمل له؟ طيب انا شو اذنبت معه؟ يلا غدي دودي يلا يلا يا دودي يغدي 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 انا يغدي انا. أحسن شيء اطلع من البيت. يعني رح تتركه يحتل مطرحك؟ لا، ما بسمح له أبدا ياخدها مني. كبر عقلك يا أبو وفاء، رح تحط عقلك بعقل ولد صغير. بعدين هذا ابن بنتك مو غريمك، أنا بحاجة إلها أكتر منه. وبعدين هو في عنده مين يدلله، وكمان لاهي على الدلال. بس أنا تارك لي القهوة على النار وهون قاعد، كنت رح تساوي لي حريقة؟ بعدين انت امتى كنت تساوي قهوة؟ انا وين رحت؟ حاكيني هون، ليش ما بتنادي لي بتقول لي يا ست ام وفاء تعالي اعملي لي من تحدياتك الحلوين فنجان قهوة؟ حاكيني. زعلان مني؟ ها؟ ما بدك تحاكيني؟ مخاصيني؟ ايوه بقى. ابو وفاء طيب انا شو عملت لي زعلتك؟ طيب ما بدي افهم ليش زعلان مني؟ أنا هلأ صار الحق عليه، ما هيك؟ بسيطة، أنا بعرف شغلي. يعني شو بدك تساوي؟ ها؟ أنت بتعرف شو بدي ساوي. طيب رح اروح ساوي لك فنجان قهوة. ما بدي. كاسة زهورات. كمان ما بدي. كاسة شاي. ما بدي. طيب كاسة ليمون مشان تروق. خلص ما بدي شي، ما بدي شي. اطبخ لك مجدرة اللي بتحبها. لا 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 ما بدي. ما بدك شي؟ لا. كان رح اروح لعند حمودة. حمودة؟ أنا بوريك. خير ابو نزار؟ البابا لسه بحب يا جماعة. ميال حبيب.
الحقيقة اشتقت لحمودة، ما اشتقتوا له؟ ايه والله كثير اشتقنا له، وانا كمان اشتقت له، بس هيك احسن، ما عاد في بقى لا خناق ولا زعل. ماشي الحال. يلا خلصني بدي اسمع لك. شوفوا لونيني بابا جاب عليني حنولو دياته والباقي للميمي يدخلك انا دخلك دخيلك يا تيتي دخيلك يا تيتي يا تيتي. اخ يا تيتي لازم اقوم روح شوف شغلي. حاكم جدو عينه محمرة علي. ايه بده شي ما عم يحاكيني. تعبر التيتي تيتي تيتي بتقعد لك شوي بس لأقوم اقضي لي كم شغله وبرجع لك اوام. انت شطوره كم شغله صغيره وبرجع. يلا تيتي دخلك انا. يلا يا تيتي يلا عود هون. ها خذ تيتي ها بس اقضي لي كم شغله وبرجع لك يا تيتي يا عيون التيتي. يلا زيد لشوف بدي اسمع صوت العلو. يلا يدخل التيتي انا وانا دخل التيتي انا. ايوه تيتي يلا تيتي يلا يا تيتي يلا يا تيتي يا حبيبي. ليلى باي باي يا تيتي باي باي. السلام عليكم. اهلا يا هلا بالمجد. مرحبا اخي نزار. هلا يا اهلا وسهلا. تفضل استريح. مرحبا يا اخ. اهلا. كيف صار مذكرتنا؟ يعني ايش لحالي اذا كان هو مقاطعنا فخليك احسن منه يا رجل. انت فعلا عم تغني، بس بصراحه يا ماجد انت بضل يعني عقلك ناشف شوي. انا عقلي ناشف؟ ايه نعم سيدي، ناشف ومثل الحجر. يا اخي تقول كانك منه خلفات العصر الحجري. مو الحق عليك، الحق علي اللي جيت اسال عنك. لكن هاي شورى بتشور علي؟ قال شو؟ اضرب زوجتي وفاء، لك في بني ادم بالدنيا بيضرب مرة، فهمني. انت اكيد طالع لجدك. ونعم الحفيد سيدي. انا كنت عم بمزح، بس انا كان قصدي انه انت يكون لك كلمه. بس طالما حضرتك قبلها تكون تابع فانا ما عندي مانع. لا يا سيدي لا، خليني تابع لها احسن لي، احسن ما يجاني راسي. خليني في الطب احسن ما انتقل البيطره. المهم شو بتشرب هلا؟ ليه عمي تفضل. هذا ابنك ولا مو ابنك؟ ابني. تفضل استلم. استلمته؟ انت شاهد وانا شاهد عن اذنك. عم تضحك؟ شو بدي اسوي هلا؟
شلون بده يطلع فيه بالدائرة قدام الموظفين؟ معقول؟ هذا عمي شو قصته هذا؟ ضربوا فيوزاته كلها؟ يا دوبني قضيت لي كم شغله بالمطبخ، رجعت على الغرفه ما لقيت حموده، طلعت ناديت لابوكي ما لقيته، دورت عليه ما في حدا، ملحوا تابوه. طيب يعني وين بده ياخده؟ اكيد اخذوا يشتري له شي لعبه او بجوز اخذوا على الجنينه يلي بيقعد فيها. لا لك امي لساته ولد صغير عم يرضع بخرجك مشاوير. لا الصراحه انا الفار بدل يلعب بعبي. ماما لا تخوفيني، يعني شو بده يصير؟ احسن شيء خبر الشرطه. وشو بدنا نقول للشرطه؟ ما بعرف، المهم انا هالشغله مو فايته بعقلي. وين حموده؟ حمودة بخير، أنا عطيته لأبوه. يلا عن إذنكم. شاع الضبوطة فضب، شاع الضبوطة فضب، شاع الضبوطة فضب، شاع الضبوطة فضب، شاع الضبوطة فضب. شغلة بتجنن. امي كانت رح تجن وانا قلبي سلت بركبي. ابوك اكيد فقد عقله، لك شو صار بالدنيا؟ بجيب لعندي؟ شو؟ طارت الدنيا؟ بابا معذور، بعدين خلصنا بقى نزار، يمنا من هالقصة. معذور؟ لك حدا غصبه؟ مو هو اللي ابدا استعداد يحطه عنده؟ بعدين ابوك يا ست ثواني ما هزا قدام كل الموظفين، ما ضل موظف ما ضحك علي، حق معهم بعمرها ما صارت. تفضلي. عم تضحكي؟ لك شو بدك يعني اعمل مسيك؟ انا بعمري ما عاد ادخل بيتكم ابدا. خلصنا بقى نزار، قلت لك بابا معذور، كان شاعر بالغيرة لحموده، فجأة شرف ابنك واحتل محله، شو بيعمل يعني؟ بيقوم يجيبه لعندي على الشغل، طيب يستنى شوي للمساء، يجيبه يقول خذوه منكم حلوا عننا. بجوز امي نرفزته شوي. كله منك. انا؟ نعم. هلا بدك تطلع علي انا؟ امسك، اصلا هذا انت اللي شاطر فيه. يا بابا يا حبيبي يا بابا يا حبيبي. طيب خلص تقبرني، حقك علي. ما بكفي. والله شو؟ ما بكفي. شو بدك يعني استاذ نزار؟ روح اعتذر رفقاتك بالوظيفة؟ لا بس حاجتنا بقى شنطة، حاجة ننقل بالولد من قرنة لقرنة، بدنا نرتاح شوي. ايه تقبرني، هي معك حق. تفضلي، نحن جربنا كل الطرق وما بقي غير طريقة واحدة وبس. شو هالطريقة نزار؟ تتفرغي لابنك. أنا؟ شوف نزار عمل لك. لحظة شوي. قبل كل شيء أنا ماني ضد المرأة، أنا مع حق التعليم ومع حق العمل، وإنه المرأة نصف المجتمع ومع رفاقة تهضاوي وقاسم أمين، بس بحبها يا هي، ابنك بحاجة إلك، فهمتي يا ست؟ افتح الباب. افتح أنت الباب. أنتي. أنتي. بفتح، مسيك. يلا. بابا. وليش؟ أهلا وسهلا، أهلين يا هلا، تفضل يا هلا. شكرا يا عم. مرحبا ابو حموده. بيتك، شو جابك بهالوقت؟ شو بهالوقت؟ كل الناس تجي لعند بعض المساء. وما جيت غير بهالوقت هاد؟ شو بعمل لك، جاي حتى اطمن. اهلا تفضل سري. شكرا. بابا يا أهلا وسهلا. هات. خير؟ شو صار؟ هيك تعمل فيه؟ بتتركني مع الولد وبتتركها؟ شو بدك يعني اعمل؟ انا حبيت خلصك من الورطه. بعدين ابنك ما خلاني احمله ولا لحظه، صار يصرخ بالمقلوب. فكرت انه احمله واطلع فيه من الوظيفه. بعدين خفت يفكروني خاطفه. كنت رح احط النقاط على الحروف، بس جيتك عرقلت علي الموضوع. انا
كيف بقى؟ يا سيدي طلبت منها انه تترك الشغل. حلو حلو، ايه شو كان موقفها؟ بس لكن شو لوين؟ لبيت اهلي. شو السبب؟ لاني عرفت لوين بدك توصل. بدك يعني اترك شغلي واقعد بالبيت مع الولد. مزبوط ولا لا استاذ ماجد؟ انا ما لي علاقه. ما لي علاقه. ليش بقى؟ مو حضرتك اللي عم تعلمه؟ وفاء اجلي هالموضوع لبعدين بيكون احسن. خذي صغيره جوا وبعدين بنناقش الموضوع بهدوء. حاضر، بس مشان حموده بس، ويكون بعلمك وبعلمك اني ما رح اترك الشغل مهما صار. شو جابك هنا؟ شو جابك؟ شو اوف يا باي. ابو وفاء بدك شيء؟ لا ما بدي شيء، عم العب بالمي. لا تقوم تاخذ برد ها؟ انا اخذ برد وحموده ما بياخذ برد. كل يوم تعملي له حمامين ثلاثه ما عليه شيء. لانه حموده يعني قصدي صغير بس انت كبير. هلا نيمتي على حاليتك. راسي اللي روها بدلع العين. يا باي باي. هلا ما بدك تفك هالعقده بقى؟ وفاء خليني اكل. جاي من شغلي جوعان وتعبان. حاشاك بقى نزار. هي صرنا اسبوع حاطين الولد عم جارتنا ام عصام وما صار شيء. مو هذا الحل. بالعكس، هذا الحل ريحني كثير. على القليله ما لنا مضطرين ناخذ الولد ونجيبه. لك يا وفاء هذا قبلنا. نحن اللي خلفناه ونحن اللي مجبورين فيه. لا الجيران ولا اهلك ولا اهلي. بس جارتنا ام عصام عم تاخذ اجرها 500 ليره، يعني خدمه بمقابل مو ببلاش. عن اذنك لو نشوف شو بون. نزار؟ يا نزار الولد ما بعرف شو قصته. شو قصته؟ لا ماما لا، شو بيعرفني؟ من وقت ما جيت من الشغل هو عم يحكي، ما هدي ولا دقيقة. طباخ روحه. نحن الكبار ما عندنا ما نتحمل هيك اكلات، فكيف هذا الصغير؟ كيف بده يتحمل هيك اكلات؟ كيف؟ وخاصة بهالسن هي. الله يلعن الشيطان يا دكتور. الله يلعن الشيطان؟ نحن عملتنا نحط بظهر الشيطان. نحن لازم ندير بالنا على الاطفال وخاصة بهالسن هذا، لانه اي مرض ممكن يسبب ويأثر على حياتهم. الله وكيلك يا دكتور عم نعرف هالشيء. بس جارتنا ام عصام هي اللي عملته طباخ روحه. شو علاقة جارتكم ام عصام بالموضوع؟ دكتور لانه امه الله يصلحها حطتها عن جارتنا ام عصام. وين بدك يعني حطوه؟ الطفل الرضيع بحاجة لأمه خاصة خلال السنة الأولى. لا حضانة ولا أي إنسان ممكن يعوض عن صدر الأم وحنان الأم. الله يرضى عليك يا حقي، طمنتيني عن ابنك حموده. كان مشغول بالي عليه. ابوكي؟ إيه طبعا هون موجود. وين بده يروح لكان؟ قاعد عم ينقوي مثل العادة بوشار وهيك شغلات. ايه قال بتسلم عليك. ليلى خليها تاخذ بالها من حموده. قال بيقول لك ابوكي بيسلم عليكي، ديري بالك على حموده. انشغل بالنا عليه لما قلتي عنه مرضان وبدكم تاخذوه للطبيب. ايه الحمد لله. ايه ماشي الحال. الله معك، الله يرضى عليكي. مع السلامة.
هي كلمة واحدة، بدك تترك الشغل وتقعدي مع الولد في البيت. طيب تقبرني، روق دمك ولا تنرفز، يعني خلينا نحكي بهدوء. الولد كان راح يموت. بعيد الشر عن قلبه، ليش هيك عم تقول؟ لازم هيك قول لحتى تصحي لحالك وتقدر الموقف منيح. لك انا موقف انت الثاني، حاجتك بقى كل الولاد بتمرض. بس مرض الاطفال بهالسن هاد بخوف، بس بعد الدكتور شو قال؟ لا تبلش تلطش نزار، انا ما رح اقعد بالبيت. يعني بدك تضحي بابنك مشان انانيتك؟ وانت بدك تفرض رايك وبس؟ خلص نحن ممكن نرجعه لا يعني لا، وانا ما رح اترك شغلي. اذا على نفسي هجنت مراقش، انا اللي رح اترك البيت. بلي علي. شو وين اخده؟ ما دخلك وفاء، اخر مره بحكي معك، تترك الشغل ولا لا؟ نزار عم تهددني؟ بدك تحرمني من ابني؟ تركيه، ما عم هددك ولا بدي احرمك من ابنك، بس اذا ما بتتفرغي لابنك ما رح تشوفيه ولا رح تشوفيه طول عمرك. شو قلتي؟ طيب بسيطة. نزار حمودة. حاضر، على عيني وراسي، حاضر. أنا بدور عليه بنفسي من بكرة الصبح. طيب المهم اطمن أنت وطمن لي أمه. ماشي الحال، ماشي الحال، مع السلامة. شو بك ابو نزار؟ شايفة عمايل ابنك؟ بده يسود وشنا قدام العالم، ما بصير، لازم يسود وشنا قدام العالم. يا نزار ماله صغير واكيد في سبب. طبعا في سبب. حردان من مرته، ماشي الحال، يروح لحاله، ليش لا ياخذ ابنه معه ويحرده معه؟ شو سويت؟ لك يا بابا هلا وقتك، هلا شو بدي ساوي انا؟ لحظة شوي حبيبي. لا حول ولا قوة الا بالله. حمودة يا حمودة. شرف، وهي الببروني فضحتني قدام الجيران. ليش شو فيها؟ عم تسرق ولا عم تنهب؟ لا عم بسرق ولا عم بنهب، بس انا عزابي. شو بدي يقولوا عن الجيران؟ شو بدي يقولوا؟ بابا حبيبي بابا. لك شو عم تعني؟ شو عم نعمل؟ عم غير له. هلا وقت الغيار قوم حضر له رطعه. طيب تعال انت غير له حتى حضر له رطعه انا. نعم انا غير المرأة؟ شو فيها يعني؟ لا حبيبي لا، ما حذرت. بابا يا حبيبي امري لله، انا رح احضر رطعه. تعرف؟ ايه بعد؟ لا ما بعرف. هذا شو علمني شو عمل بالاول؟ لك انا شو عرفني؟ بعمري ما حضرت له رضعه كمان يا بابا. حبيبي كملت. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير يا رب، اللهم اجعله خير. الو نزار، وينك انت؟ لك نعم تحكي لي، نعم تحكي. شو العملية اللي عاملها؟ طيب ليش تاخذ الولد معك؟ ما بصير هيك يا ابني، ما بصير. طيب فهمت عليك. اخوك النزار شو الصراحة؟ شو في؟ قال بده يرضع ابنه وما عرفان كيف. روح نادي لامك، روح. ماما هي ما بجد. خير اخي نزار. مين عم تتصل فينا؟ نزار بده يرضع ابنه وما عرفان كيف. تفضلي. الو نزار، تقبرني امي وينك انت؟ وانا الصبي. ايه امي شو بدك؟ ايه اسمعنا لك. ليه؟ بتعقم البزازه والقنينه بي سخنه.
نزار امي انت معي اسمع مني منيح. نزار نزار يو وين راح الصبي؟ ماجد نعم. ماجد حط البيبروني بالمي. امرك، وهي حطينا البيبروني بالمي. ايوه ايه وبعدين ما بعرف. لحظة شوي بس. لك وين رحت؟ لحظة. الو ماما لك ام نزار. وش بدي اداري؟ ولك انت وين رحت مو انا؟ امي فهم هلا بتقيم البزازه والقنينه من مية السخنه. فهمت؟ من مية السخنه. ايه نزار؟ الو انا نزار؟ يو لك شو صار له هالصبي؟ شو بابا؟ طيب لحظة شوي. تعال حفظ صغير وانا بروح بجيب بيبروني. لك شو ما هلا انت حفظته قبل شوي. شو يا اخي سواها مرة ثانية. شو بدي اساوي؟ يا حبيبي هي ولا هي؟ اختار. عمري الله. هي امنت فيك يا رب. إيه ضلينا عزابيه وما خلصنا. خود بابا. طيب يلا بابا. انا خايفه ما يجي. ما بصير ما يجي. حكيت معه كلام قاسي وفهمته. اذا ما اجا بدي اقاطعه نهائيا انا. ايه والله نزار ما بيستاهل كل هالشيء. كان لازم يحل المشكله بالرويه وبالتعقل، مو هيك ياخذ الولد ويهج من البيت مثل بعض الصغار. انا ما وصيتك ما تتصل فيهم؟ ما قدرت. كان لازم انقذ الموقف قبل ما تطور الامور وتتعقد اكثر. شو بده يصير يعني؟ شو بده يصير؟ طيب اهدى شوي. لك اخي انا طول عمري هادي. شو شايفني مجنون؟ لا باين. الموضوع يا نزار بدا يصير جد. شو يعني؟ فكرني عم امزح؟ انا لا يمكن اتراجع. يا بتبطل وظيفتها يا كل واحد بيروح بحال سبيله. طيب الولد شو ذنبه؟ يا سيدي الولد بخير وانا ما عم مقصر معه. بعرف. ما انت صار لك يومين ما رحت على الوظيفه، حاطط الولد وقاعد. قول انك مو قادرة تتحملني مع ابني. خلي الامور واضحه وعلى المكشوف. لا تخجل. بسيطه يا ماجد. بيظهر نزار مو جاي. احسن شيء خلينا نتيسر على بيتنا. شلون بدنا نتيسر قبل ما نحل المشكلة؟ اللي خلاه يعمل هيك تصرفات بنتكم. نزار شو هو؟ لا تشعل النار. نحن بدنا نلف القصه، ما بدنا نحميها. فوتي نزار. شرف عمو. الا لماما بدك ما تواخذينا. سلم حبيبي. الله يسامحك يا نزار. الله يسامحك فضحتنا. انا بعتقد هالحل مناسب للكل. شو رايكم؟ الحل معقول وانا موافقه. إذا من بكره بتقدمي إجازة بدون راتب لمدة 6 أشهر. مبسوط هيك يا نزار؟ ماشي الحال بس لا تخاف. بس أنا عم بفكر بالأمهات العاملات والموظفات يلي عندهم أطفال رضع. شو ممكن يعمل؟
إيه بدهم يدوخوا 1000 دوخة مثل ما صاير بأخي نزار لحتى يلاقوا مكان يحطوا فيه ابنهم الرضيع. ما راح يلاقوا، لأنه ما في مكان بالدنيا مثل حضن الأم. فعلا، ويلي صار معي أكبر دليل. نحن قدرنا نحط حل فردي ورح نخسر راتب وفاء طول فترة الإجازة بلا راتب. الحمد لله يلي اعترفت أخيراً. دخلك بدي أشوف راتبك شو بدي يساوي بكرة لوحده. خلص يا جماعة، نحن وافقنا على الحل ومشي الحال. أما بقية الأطفال وأمهاتهم العاملات فلازم الجهات المسؤولة تلاقي الحل المناسب وتستجيب لرغباتهم ولصراخاتهم بكل مكان.